انا ماليش دعوه باسعار الادويه. الدواء سعره 10 جنيه بقول لك ده سعره 10 جنيه، الدواء سعره 100 جنيه انا بقول لك الدواء دوت سعره 100 جنيه بكل بساطه. فانت تيجي تقول لي لا والله انت الادويه عندك اغلى من الصيدليه الفلانيه، يا فندم انا ماليش دعوه ان هو عنده سعر قديم انا عندي سعر جديد، ده حاجه ما تخصنيش. والاغرب بقى انك تلاقي حد يقول لك لا على فكره انتوا اللي بتغيروا اسعار الادويه. يعني دلوقتي انا هجيب مكنه بألوفات اعينها عندي عشان اغير سعر علبه دواء؟ ايه يعني ايه العبث او ايه التفكير دوت؟ انا مش فاهم. لا واللي يجي ياخد ادويه تمام ناقصه ويقول لك انا عايز 10%. اذا كان انا يعني انا كحد شغال في صيدليه تمام، انا ما بعملش لنفسي ال 10%. الادويه ذات نفسها لما بتيجي من شركات التوزيع ما بيبقاش عليها 10% عشان اعمل لك انت 10%. وبعدين الاغرب من ده كله هو انه بتبقى في ناس درجه البجاحه عندها واصله لمستويات عاليه، فيجي يقول لك لا هو انتوا بتكسبوا شويه. يا فندم انت مالكش دعوه بالخصم اللي جاي للصيدليه. حضرتك بكل بساطه شركات التوزيع شركات التصنيع مسعره الادويه باسعار، انت ليك السعر دوت، انت معترض على السعر يا باشا روح لهيئه الدواء، ما تتكلمش معانا احنا. حضرتك دلوقتي شايف والله انه في علبه دواء ايا يكن ايه سعرها مبالغ في السعر بتاعها، ما تكلمناش احنا، لان احنا الموضوع ده ما يخصناش. احنا بكل بساطه والله شركه التوزيع بتقول لك العلبه دي ثمنها قد كذا، خلاص انا باخدها. انت السعر دوت متوافق معاك تمام، مش متوافق معاك ده مش ذنبنا احنا. يعني لما يجي حد دلوقتي يقول لي علبه الدواء دي بكام فاقول له كذا، فلاقيه عمال بيزعق، انا مالي يعني؟ انا يخصني الحوار ده في ايه؟ انا اللي رافع ثمنها ولا انا اللي منزلها بالطريقه دي؟ انا ماليش دعوه. والاغرب من ده كله حتى من ضمن الاصناف الكونكور، يعني الكونكور كان ب 61 61 ونص تقريبا، فدلوقتي بقى 72 جنيه. فلما كان يعني هو التوفر بتاعه فيه مشكله بس يعني بيتوفر سنه سنه. فدلوقتي حضرتك لما كنت بتيجي تسالني عليه وتقول لي طب ماشي بص لو عندك باي سعر، يا فندم انا مش سوق سودا. ولما نزل والشركه هي اللي رفعت سعره ل 72 جنيه، فلاقيك بتكلمني لما انا اطلع لك شريط تقول لي ده انت مطلعه سوق سودا. الشركه هي اللي رفعت سعره ل 72 جنيه، انا ما يخصنيش. اسعار الادويه الصيادله مش بيسعروا. وبعدين يا ريت نفهم بالله عليك، في فرق بين التسعير اللي الشركه حفراه بيبقى فيه علب بتبقى محفور عليها السعر او مكتوبه، وفرق بين الباركود اللي احنا بنحط له علشان نبقى عارفين الادويه اللي طالعه من عندنا. يعني الناس يبصوا على الباركود اللي احنا بنحطه على على الادويه عشان نبقى احنا عارفين ان دوت طالع من عندنا، يقول لك بص انتوا عاملين ورقه بالسعر اهو. يا فندم ده حاجه تخصنا احنا، حاجه تخصنا احنا ان احنا عاملين لزقه، عاملين باركود كده حط على الادويه يتكتب عليها اسم الصيدليه عشان نبقى عارفين لما واحد يجي يجيب مرتجع يقول لك والله العلاج ده كنت واخده من عندك انا عايز ارجعه، ابقى انا عارف ده من عندي ولا مش من عندي. لكن انا مش هيبقى الباركود انا كاتب عليه سعر والبتاع والعلبه بسعر تاني، ده ما ينفعش. يا رب الناس تفهم. في النهايه لو انتوا على اليوتيوب ما تنسوش تعملوا اشتراك وضربوا بالصحه وراحه البال. سلام.